كل مناطق مصر ليها طلب وعليها طلب على دكتور التجميل. في آخر سنين عمليات التجميل وطب وجراحات التجميل بقى منتشر جدا لكل الفئات في كل الأماكن. زي ما قلت لحضرتك احنا لسه بنقول إن الدنيا كلها بقت مفتوحة على بعض. صح. والعالم اتغير بالظبط. يعني من 10 سنين كانوا تقول لا 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 لا، دلوقتي ها لا لا بالظبط. بالظبط. كمان 5 سنين 10 سنين كله هيقول. الخوف والرعب اللي كان موجود زمان حتى من عمليات التجميل على مستوى الأمان بدأ يقل الحمد لله جدا. صح. ده لا يمنع ان مفيش عمليات تجميل من غير مشاكل، ولكن عموما ثقافة التجميل انتشرت في كل الفئات وفي كل الاماكن في كل المدن. انا عندي طبعا العيادتين بتوعي في القاهرة، عندي عيادة في الرياض وفي بورسعيد وفي المنصورة. طبعا كل الاماكن دي فيها ضغط شغل الحمد لله، فما عادش مرتبط بمكان معين او فئة معينة. كل الناس بتعمل تجميل، واحيانا في فئات انت ما تتخيليش ان هي اصلا كانت تبص لحاجة زي عمليات التجميل وبيعملوا العملية بالظبط، وبيدفعوا الفلوس وبيكونوا فلوس. طبعا الفلوس مش القصة ولا الفكرة نفسها. العيان محتاج ولا مش محتاج، هو عاوز وستيبل ان هو يبقى متقبل شكله بعد العملية والريكفري بيريد بعد العملية. خلاص اوكي جون.